والله ربنا يرزق كل من كان، انا ماليش دعوه انت المحتوى بتاعك بيكسب ولا بيخسر، لكن القصه ان انت يا حبيبي هتسيب المحتوى ده وتموت بعد كام سنه، ربنا يديك الصحه وطولة العمر. هل الهيافه دي انت هتستحمل انها تبقى سيئات جاريه بالنسبه لك لو انت ما تبتش منها؟ هل الهيافه دي انت هتستحمل ان هم بعد 50 سنه يقول لهم جدكم الهايف ده اللي كان بيعمل الهيافات دي؟ مش هتستحمل والله. اللي انت بتعمله في شبابك زي ما احنا كنا بنعمله في شبابنا من الهيافات، لما تكبر هتلاقي نفسك ندمان عليه. انا بنصحك عشان ما تندمش، انا بنصحك عشان ما تدورش على الهيافه. اعمل محتوى براحتك، لكن اعمل محتوى يفيد الناس. لكن الهيافات اللي انا شايفها ان كل واحد يطلع بمراته ويعمل بيها فيديو عشان يتشهر، عمرها ما هتجيب فلوس. وعمر ان انا اخد مراتي ارقص بيها على النت، ولا عمرها ما هتجيب فلوس والله. ولو جابت فلوس هتبقى فلوس حرام. اتقوا الله في اللي انتوا بتعملوه، عشان انت هتتحاسبوا عليه. ولا انتوا مش مقتنعين ان انتوا هتتحاسبوا؟ ربنا يهدينا ويهدي الجميع ويتوب علينا ربنا يا رب.